السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي اخواتي، عاملين ايه؟ النهارده معانا هنعمل مع بعض باذن الله طاجن كوارع، ورق عنب. ورق عنب بالكوارع قصدي معلش. بس كان جميل جدا، وان شاء الله الطريقة تعجبكم. ويلا بينا بقى عشان نشوف هنعمل ايه. بس بجد بجد كان تحفة. بصوا، كفاية بس المنظر والريحة ما شاء الله. هنا بقى ان شاء الله كده نخش على البوتاجاز. معانا هنا حلة فيها مية، تمام. وهنا دول التوابل اللي هتتحط لسلق الكوارع. معانا هنا ورق لوري وحبهان وخشب قرفة وكبيبة صيني وفلفل اسمر، كله حصى طبعا. خلاص هنحطهم بقى على النار ونسيبهم. ويلا بينا بقى عشان نشوف ورق العنب. احنا دلوقتي بصوا، ده ورق عنب انا مفرزاه. كنت مفرزاه اخضر زي ما انتوا شايفين كده. بجيبه بغسله وبرصه وبحطه في الستريتش، او بحطه في كيس بلاستيك من بتاع التلاجة. بيفضل سنة ما بيجرالوش اي حاجة خالص. معانا اهوت مية سخنة اهي، مش سخنة قوي طبعا، بس سخنة حلوة يعني. ونحط معاها، هنفضي بقى ورق العنب. على فكرة الطريقة دي جميلة جدا في ورق العنب، وان شاء الله لما افرزه باذن الله ربنا حيانا هبقى اوريكم الطريقة. معانا اهوت هنحطه دلوقتي في المية ونسيبه بقى براحته، ما تفكوهوش غصب عنه عشان ما يتكسرش. زي ما احنا شايفين اهوت، هي بصوا هتلفه وهتسيبه كده، هو هيفك مع نفسه يعني. بصي بيفك لوحده من غير اي حاجة. دي دول شوية رز كانوا متوفرين عندي، كنت حطاهم في علبة في الفريزر، فقلت اطلعهم استغلهم. ايه المشكلة؟ استنفع بيهم بأي حاجة. فزي ما احنا شايفين، ودي خضرة فريش وقرن شطة. فقلنا بقى ايه يعني، احط خضرة فريش كده على الرز. بس الرز ما شاء الله جميل، ما فيهوش اي حاجة. وكنا حاطين عليه معلقتين صلصة برضو من تحت، هتشوفوهم. هتقطع بقى الخضرة زي ما احنا شايفين. هي بتحب تقطعها رفيع خالص كده. على فكرة يا جماعة القطاعات دي جميلة جدا، اللي هي بتقطع عليها دي. وطبعا القطاعات ديت كانت دول بيجوا مع بعض، قطع للحوم وقطع للسمك وقطع للخضار وقطع للفراخ. طبعا منها استسهلت وخدت اي واحده، مش مشكله، كله زي بعض. بس انا عايزه اقول لكم ان القطاعات دي جايين لي هديه من حبايب قلبي، اخوات عيال اخويا يوسف ويارا ويمنى ويسر، عشان يسمعوني دلوقتي وانا بقول ان يوسف ويارا ويمنى ويسر جايبين لي دولت حبايب قلب عمته. هنقطع هنا قرن شطه اهوت. بس بصراحه القرن ده كان جبار، كان حراق قوي. بصوا حتى منى بتحاول ان هي تبعد صوابعها عنه، بتقطع من غير ما تلمسه من الناحيه اللي هي فيها الشطه. بصوا حتى بيجري منها نتقطع بقى الباقي زي ما احنا شايفين. بجد الطريقه دي حلوه وسهله، هتعجبكم. طبعا رز المحشي احنا عارفين بيتعمل ازاي، يعني مش محتاج حاجه. قطع بقى بقيه القرن. معلش هي هاديه كده في نفسها، بتحب تعمل كل حاجه بالراحه على مهلها يعني. كده تمام. هتحطهم بقى على الرز. عشان ايه؟ طبعا يا جماعه دي نضيفه زي ما احنا عارفين، احنا بنعمل كل حاجه بايدينا لان دي حاجه بتتعمل في بيتنا. وطبعا ايدينا كل شويه تحت الميه، والقريب مننا يبقى عارف حاجه زي دي بالذات يعني. تمام. هنا اهو هتمسكهم بقى تقلبهم في بعض كويس. طبعا الرز محطوط عليه كل الحاجه بتاعته، التوابل بتاعته، فمش محتاج ان انا احط عليه حاجه تانية زياده. محطوط ملح وفلفل وشطه وبهارات 7 وماجي، وكنت حاطه على الصلصه دي بابريكا. يعني الحاجات دي كلها. بصوا انا ساعات بخزن الصلصه، بعمل صلصه محشي واخزنها في الفريزر. اي وقت اكون هعمل محشي مستعجله بطلع، وخصوصا بقى
لما ان شاء الله باذن الله يحيينا ربنا كده قرب رمضان. يعني بعمل التفريزات ديت عشان ابقى ايه في رمضان. انتوا فاهمين بقى الوقت بيبقى بسرعه، بفرز واحط في الفريزر، وان شاء الله هعمل معاكم التفريزات دي. يلا بقى هنا الميه غليت اهيت، والكوارع اهي بسم الله ما شاء الله الله اكبر، نضيفها زي الفل، مغسوله بالميه والملح والخل وشويه دقيق كمان دعكتهم بيه عشان ما يبقاش لا فيه زفاره ولا فيه اي حاجه. والحمد لله هي بيضه وزي الفل اهي. هنسيبها بقى تتسلق براحتها عشان انتوا عارفين ان هي بتاخد سوا. وعلى فكره هي حطت معلقه سكر علشان انتوا عارفين ان يعني كوارع لحمه كبيره فراخ كبيره بتحطي مع معلقه سكر ان هي بتسرع من التسويه. باذن الله ان شاء الله ان شاء الله الطريقه بتاعت منى تعجبكم. ويا ريت بقى ما تنسوناش بقى في الشير واللايك. لايك يا حبيب قلبي، عشان بجد بجد والله الواحد بيتعب في الفيديوهات. هنا هو ورق العنب زي ما احنا شايفين، هي بتقول لكم هي الورقه على الحته اللي هي الخشنه. ايوه، هتجيب بقى الجنب اليمين ده على الجنب الشمال، وهتلف الورقه زي ما احنا شايفين كده. هي هتلفها لكم كده قدامكم، بس هي بتلفوا على ايديها. على ايديها ازاي؟ يعني انا بمسك الورقه على كف ايدي واحط والف، وانا معلماها كده برضو، بس هي بتوريها لكم دلوقتي عشان تبقوا شايفينها قدام الكاميرا ان هي ايه بتقول لكم هي بتعمله ازاي. بقى هي بصوا الحته الخشنه اهي زي ما احنا شايفين. هتحط رز وتفردي الرز عشان ما يبقاش مكلكع في حته واحده اهو كده. ان شاء الله ان شاء الله هتوريكم. بس بقى بصوا بقى يا بنتي، نزلي ايدك تحت يا بنتي، ايدك تحت شويه اهو. انا كنت عماله اقول لها كنت ماسكه لها التليفون هنا. بصوا ما شاء الله الكوارع اتسلقت اهي. طبعا الكوارع ما سلقتهاش خالص، هي كانت سلقاها 3/4 سوا، علشان طبعا بقيت الربع اللي فاضل هيتسلق هيستوي في المحشي. زي ما احنا شايفين حاطط الملح، تقلبها لان الشوربه دي طبعا هنحتاجها معانا. الطاجن اهو زي ما احنا شايفين. هي هتجيب حته زبده دلوقتي وهتدعك الطاجن كويس بيها، هتبطن الطاجن. ايوه مش محتاج، بس هي قالت عشان يدي طعم من تحت. بصوا زي ما احنا شايفين كده. وكمان على فكره عشان هو ما بيلزقش، بس برضو زياده اطمئنان ان هو ما يلزقش مننا. معانا هنا بصوا بقى اللي هيتحط في القعر طماطم وجزر وليمون. انا ما كانش عندي فلفل في اليوم ده، لو كان في فلفل كنت حطيته معاهم، بس هو المتاح في البيت. قلت لها اتصرفي. اما طلعت بره يا ماما قلت لها عندك في التلاجة شوفي، فكان في طماطم وجزر وبتاع ده وليمون، فاتصرفت زي ما احنا شايفين كده. هترصوا بقى الحاجة كلها وهتسيب طبعا للوش اهو. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ان شاء الله يا رب الطريقه تعجبكم بتاعتها. ويا ريت بقى ما تنسوش منا في التشجيع، شجعوها. يلا بقى نبتدي دلوقتي ترص ورق العنب. ترص بقى رصة حلوة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. زي ما احنا شايفين هترصوا بقى كله. شوفوا دلوقتي بعد ما رصيته اهو، سايبه طبعا الحته اللي في النص دي هي اللي هيتحط فيها الكوارع. بصوا حطيت الكوارع اهو. لو انت حابه ترصي اول رصتين وتحطي الكوارع وبعدين ترصي فوقيهم مفيش مشكله، بس هي حبت تعمل كده. يعني هي حبت تعمل في النص فراغ كده ان هي تحطي فيه الكوارع. لو انت برضو حابه تحطي
كوارع تحطي كوارع من غير عظم مفيش مشكلة، ممكن تشيلي العظم منها، حبة كده حبة كده مفيش مشكلة برضو، هي حلوة كده برضو. زي ما احنا شايفين هي بتحاول على قد ما تقدر تحط كمية منها. طبعا هي مش هتحط الكوارع كلها لان الطاجن مش هياخد الكوارع كلها، هتحط على قد ما يكفي زي ما احنا شايفين كده. يلا بقى لو وصلت لحد هنا ما تنسونيش في الشير واللايك، لايك يا حبايب قلبي، بجد بجد، عشان يعني انا صعبان عليا، انا الفيديو بصراحة بيتعب على ما بنعمله وبنجهز انتوا اخواتي وحبايبي فبحب اتكلم معاكم، وعلى ما بنعمل مونتاج مش عارف ايه بجد بيتعب. فيا ريت يعني مش هتستخسري حاجة لما تحط اللايك، يعني اللايك ده تشجيع منك. زي ما احنا شايفين اهو هي حطت كله اهوت وظبطت الدنيا. هترص بقى بقية الحاجة اللي انا قلتلكوا عليها على الوش زي ما احنا شايفين. يا الله، هتحط بقى جزر كمان، وهتحط ليمون طبعا بيزيد من المزازة بتاعت الورق العنب، بيبقى جميل قوي على فكرة، هو مزز. بصوا هي حطت هنا عشان بصوا اللي كان موجود في البيت هي اتصرفت وعملت بيه، لازم تعرف تتصرف زي ما احنا شايفين كده. تحط بقى الليمونتين اهو. يلا، وهتعملي تاني. بصوا بقى هتجيبي الشوربة زي ما احنا شايفين ما شاء الله اهي، شوربة الكوارع، وهتبتدي تشرب ورق العنب، تبتدي تسقيه اهو. اوه مش مشكلة، مش اشكال، جميلة. بصوا البهاريز بجد كان طعمه تحفة. بصوا ما شاء الله، هي طبعا مش هتملى للاخر شوربة، لا دي يا دوبك ايه قبل اول صف الشوربة توصل وخلاص على كده، نحط الشوربة تاني كده كده خلاص. لسه بصوا يعني الشوربة بصوا ما وصلتش للاخر، لا الصف اللي تحت الاولاني. هنا بقى جاب الطبق عشان تحطه على الوش طلع كبير، فهتجيب الطبق الاصغر منه اهو. ايوه بتدوس عليه. هتيجي بقى هنا جابت ورق زبدة عشان تحطه عليه، مفيهاش تجيب ورق اصغر. ففكرت فيها بقى هي وقالت ايه، لا ما هو مش هينفع لان كده اما اجي احط الورق بتاع الفويل مش هيلف على الطاجن، فكده كده احنا عاملين عازل ما بين الاكل وما بين ورق الفويل بايه، بالطبق اللي احنا حاطينه. فراحت حاطه ورق الفويل على طول لان احنا كده كده عاملين عازل اهو بعيد عن الاكل خالص. زي ما احنا شايفين اهو، هتلم بقى ورقة الفويل على الطاجن اهو، وهتدخله الفرن ان شاء الله. بقى اول ما يطلع من الفرن هوريكم شكله. تقفله كويس طبعا عشان ايه الدخان والبخار بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بصوا طريقة ان شاء الله، يا رب يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى في الشير واللايك وتفعيل الجرس. مع السلامة.